ما هو دايما بقول لكم كل وصفاتنا اقتصادية، سواء في الأكلات أو في الحلويات. هنعمل لكم النهاردة وصفة اقتصادية جدا في متناول الجميع، من غير ما تكلفي عليها. هتعملي حاجة حلوة كده تدفي في الشتاء والسقعة دي، حاجة كده تفرحي بيها ولادك، حاجة شياكة والله بجد، حاجة كده تفتح النفس، وكمان من غير أي صرف، كل حاجة من مطبخك ومن غير ما تصرفي عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي في قناتي، قناة حياة توفير مع اسمها محمد. إن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش متعبة، هنعملها بكل سهولة في دقايق. افضلوا بس معانا نهاية الفيديو تستفادوا. بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أرحب بأخواتي وحبايبي اللي في القناة، كل الناس اللي بتدخل تتفرج على فيديوهاتنا وتعلق ولو تعليق صغير وبتعمل لايك لأي فيديو، وكمان الناس اللي معانا في القناة والناس الجديدة اللي بتدخل تشترك في قناتنا. بجد بشكركم كلكم يا حبايبي، ربنا يجازيكم كل خير. الناس المحترمة اللي معانا دايما ودايما بيدعمونا باللايكات والتعليقات بتاعتهم، بجد شكرا لكم كلكم يا حبايبي. وبرضه بشكر كل الناس اللي بتدخل جديد علشان محدش يزعل، كلكم على دماغي حبايب قلبي. ان شاء الله النهاردة نعمل وصفة جميلة خالص بحاجة موجودة في بيتنا كلنا، طبعا هي ايه؟ البطاطا. زي ما احنا شايفين 3 حبات من البطاطا هنعمل بيهم احلى حلويات، وكمان مش هنكلف عليها. لو عندك بطاطا هاتيها بس وقشريها وتعالي هقولك هنعملها ازاي. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا قشرتها وغسلتها كويس، وبعدين قطعتها زي ما احنا شايفين، قطعها زي ما تحب. وبعد كده طبعا حطيتها في حلة عليها مج من المية، نص كوباية سكر، هنحط يعني معلقة، نخليها نص معلقة قرفة، نص معلقة قرفة بس. وبعد كده طبعا بحطها على النار. شوفوا بقى هنعمل فيها ايه، هنخليها طعمها جميل جدا، وهنخلي البطاطا مكرملة. هتشوفوا ازاي طول ما انتوا معانا. زي ما احنا شايفين انا سبتها على النار يا دوب غلت، وبعدين هديت عليها سبتها بقى حوالي يعني اخدت معايا ربع ساعة ولا حاجة، لحد ما استوت خالص. حطيت عليها قطعة زبدة كده علشان عاوزاها تبقى مغذية جدا للولاد. طبعا العيال بيذاكروا دلوقتي وبيروحوا دروس ومدرسة، بصراحة تعبانين جدا، فأنا قلت لأ أعمل لهم حاجة كده يعني فيها فايدة وحاجة تحل بقهم كده وهم قاعدين بيذاكروا. فطبعا قلت خلاص يعني قطعة الزبدة دي تزود القيمة الغذائية في الحلوى بتاعتنا اللي احنا هنعملها يعني، وهتديكي طعم حلو قوي. احنا طبعا عارفين الزبدة او السمنة البلدي بتفرق جدا في الحلويات، فطبعا احنا يعني قطعة الزبدة دي هتخليها جميلة جدا، سواء اللي حطيناها في البطاطا او اللي انا هعمل بيها دلوقتي بشاميل. هعمل بشاميل، بس ده بشاميل حلو، يعني مش حادق زي بتاع المكرونة وكده. انا هعملها، هتشوفوا هعملها ازاي دلوقتي وهنحط عليه ايه. طبعا هي كده يعني ما احمرتش ولا حاجة أرضية الحلة، هي يدوب بس علشان الزبدة مش متسيحة. فطبعا بتعمل كده يعني في المعون اللي انت بتسيحي الزبدة فيه، ما تخافيش خالص مش هيحصل اي حاجة. المهم ان انا يعني بحمر الدقيق يعني تحمير خفيف كده. الدقيق يا دوب بدأ ان هو يعني بعد ما كلكع كده بدأ ان هو يسخن ويغلي، خلاص فك من بعضه زي ما انتوا شايفين. طبعا ايدي في التقليب على طول علشان برضو يعني ايه ما يتحرقش من جنب وجنب، يعني يتحمص كله كده تحميصة خفيفة، يعني ما تحمريش الدقيق زيادة عن اللازم. طبعا جبت المضرب اليدوي علشان هشتغل بيه بعد كده. زي ما احنا شايفين خلاص بدأت ان انا انزل بالحليب. انا حطيت 4 معالق من الدقيق على قطعة الزبدة اللي انتوا شفتوها. وبعدين حطيت كده يعني لتر لبن او حليب، كيلو يعني، كيلو لبن. بانزل بيه، وإيدي التقليب على طول مستمر علشان ما تكلكعش منِّك البشاميل. وطبعًا حطيت كمان السكر ده يا حبايبي بقى حسب الرغبة، أنا حطيت نُص كوباية سكر برضه وكيس فانيليا، علشان يعني تدّيكِ طعم الحلويات. والله فعلًا جميلة جدًا، يعني لمّا تعملي حاجة سهلة وبسيطة زي كده ومش مكلفة، وفي ثواني ما بتاخدش معاكِ وقت بصراحة. حلاوة الحلويات اللي أنا عملتها النهارده، الصينية اللي أنا عملتها دي ما أخدتش مني وقت خالص. يعني ما فيش ما كمّلتش يا دوب تسوية البطاطا والبشاميل، دخلت الفرن كمان حوالي 10 دقايق والّا حاجة، خرجت زي ما أنتم شفتوها في بداية الفيديو، وهتشوفوها برضه في نهاية الفيديو، جميلة جدًا.
ما احكيلكوش بقى عن الطعم بتاعها، والله طعمها جميل جدًا يا حبايبي، يعني بجد لو عملتيها هتدمنيها وولادِك هيدمنوها. طبعًا خلّصت البشاميل زي ما إحنا شايفين، كانت البطاطا استوت ويعني أنا ما استكفيتش بالتسوية بتاع البطاطا بس، أنا سِبتها لحد ما السكر اللي أنا حاطاه على البطاطا، المَيّة اللي أنا زوّدت بيها نشفت خالص، وكمان سِبت السكر لمّا كَرمل، حتى البطاطا زي ما أنتم شايفين تلاقوا يعني لونها غامق شوية لإن السكر كَرمل فيها، مع شوية القرفة اللي أنا حطيتهم فرقوا معاها برضه، بجد والله حلويات النهارده جميلة جدًا. يعني ما تفكّريش كتير وتحيّري نَفْسِك ولا كل حاجة لازم نصرف عليها، يعني بأقل حاجة هتطلّعي أجمل حاجة، جميلة جدًا والله يا حبايبي، جرّبوها بس بنفس الطريقة هتعجبكم جدًا، وكمان بالمناسبة يعني هتفرق معاكِ لو يعني سوّيتِ البطاطا زي ما أنا عملتها كده وتكرمليها، يعني تخلّي السُكّر يعني المَيّة اللي فيها تنشف، وبعد كده إيدِك في التقليب على طول علشان ما تلسعش منِّك أو تلزق في الحلة، بابدأ إن أنا أفضل أقلّب، أقلّب لحد ما بالاقيها نشفت والسكر لونه بقى يعني كرمل كده، بقى لونه يعني دهبي كده خلاص، بيكون كده خلاص بتشيليها من على النار وتهرسيها، هي كانت استوت أصلًا ما كانتش محتاجة إن أنتِ تهرسيها بأي حاجة، المعلقة والله كانت بتهرسها كويس. زي ما أنتم شايفين بقى كده أنا حطيت طبقة من البطاطا بس كنت دهنة الصينية بتاعتي سمنة، وبعدين حطيت البطاطا زي ما أنتم شُفتوا كده في البداية، وبعدين نزلت بالبشاميل حطيته على الوش زي ما إحنا شايفين، ما شاء الله والله أحلى صينية تعمليها، بجد والله أنا مش عايزة أحلف، يعني وصفة هنعملها مش هاحلف عليها يعني من غير يعني ما لوش لازمة الحلفان أصلًا، لإن أنا متأكدة من اللي أنا باعمله، وعمري ما هاطلّع لكم وصفة يعني مش كويسة أو باظت أو فيها أي حاجة. فطبعًا الوصفة بتاعتنا النهارده يعني أنا بجد مبسوطة بيها جدًا، لإن يعني ما اتكلّفش عليها وكمان في دقايق باقول لكم في دقايق اتعملت، ما أخدتش وقت أصلًا. فكده خلاص يا حبايبي هي دي الوصفة اللي أنا عملتها النهارده، أسهل حلوى هتعمليها، جميلة جدًا في الشتا ده، جربوها بقى يا حبايبي بنفس الطريقة واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، فكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، وكانت هي دي الحلويات اللي إحنا عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، خلاص كده حبايب قلبي، ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.